اهلا وسهلا الغالية نتاعي، كي راكم؟ ان شاء الله راكم لاباس، راكم بخير وراكم هانيين ومتهنيين يا ربي امين. فيديو جديد لنا اليوم راح نشارك معكم روتيني من قهوة تاع العصر حتى للعشاء ان شاء الله. اكيد هذا الروتين راح يكون اليوم مع البنوته نتاعي، ربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله. على البنات كما راكم تشوفوا، اول حاجه بديت بها واللي هي الفطير. الناس الغرب يعرفوا هاد الفطيره تاع الفارينه وكامل تجي بزاف بنينه. كاين اللي يديروا فيها الججلان، كاين اللي يديروا فيها حبه الحلاوه. مي انا البنات صراحه ما نكذبش عليكم، انا نبغيها فرينه، زيت، ملح، ما، جمعوا خلطوها ولموا وطيبها صايب. ما نبغيش نزيد فيها حتى اضافه. والوخا تبقى اذواق، يعني كل واحد كيفاش يبغيها. صراحه هي هكا يعني، كيما نقولوا وحدها تجي شابه وتجي بنينه وتجي هايله. كيما راكم تشوفوا لهنا وجدت قهيوتي. الفطيره تاعي كانت طايبه وكاع. بالمناسبه حنا نقولوا الفطير. الفطيره تاعي كيما قلت لكم كانت طايبه، نبغوها كيما هكا رقيقه وتكون محمره شويه هكا. وقهوتي تاني كانت واجده، الله الله شهيتكم في الجنه العميرات. ايا دروك نروحوا للعشاء. العشاء تاعنا لهنايا كنت درت شويه تاع الشوربه. عندي مده ما درتش الشوربه البنات. الوغ اليوم قررت باش ندير الشوربه. أه حكمت لهنايا الاخرى. القدره نتاعي حطيت فيها الاخرى شويه تاع اللحم. ايا وبديت نحط في الخضره، حطيت الزروديه والبطاطا. سينو البنات انا نبغي الشوربه يكون فيها اللفت، مي ما كانش عندي، تما درت غير مورسو صغير تاع بطاطا وزروديه. شوفوا نكثروا الزروديه باش تجي حلوه وشابه. ايا لهنا في هذاك الوقت اللي كانت الشوربه تاعي طيب والبيطراف تاني كان يغلى، قلت خلينا نمسح هادو تاع الملح القهوه والسكر، ونسيت نعمرهم تاني هكا باش يعطوا منظر شباب للكوزينه، باسكو كي يكونوا خاويين البنات ما يولوش يبانوا شابين، كي تعمرهم باش هذاك يولوا يبانوا غايه. وزيد ثاني هكا من داك لداك كيما نقولوا. دي فوا هكا نغلطوا ولا يكونوا يدينا فيهم شويه تاع زيت ولا ونتلمسوهم، ولا راكم عارفين كيفاش تولي حالتهم. وسورتو انا حاطتهم لهنايا حدا الكويزينيير تما كارثه وعجب. اي المهم ضربت لهنايا رغيوه لهاد الجهه منا لا هكا باش كي نحط صوالحي نحطهم على نظافه كيما راكم تشوفوا، مام الحيط هكاك فوت عليه. وكيما نعرفوا يعني رانا في فتره تاع صيف، سما لازم علينا هذيك التفويته تاع الجافيل وتاع الاخر، سما ضروريه. سورتو مع كيما قلت لكم الصيف وكاع راكم عارفين الدبان داير حاله. هيا. كلمتي الأخيرة: لكي لا تخسر نفسك، لا تقلد غيرك، لا تقارن نفسك أو حياتك بالآخرين، لا تتحدى إلا ذاتك، لا ترفض فكرة لمجرد أنك بتكره صاحبها، لا تشخصن نظرتك للحياة، لا تنفعل في قراراتك، لا تبني سعادتك على آلام الآخرين أو جراحهم، لكن لا تجلد ذاتك. لكي لا تخسر نفسك، لا تبرر الخطأ لنفسك وتحرم على الآخرين أو على من تكره. لا تخمد طموح الآخرين بحسدك وتشاؤمك وحقدك. لكي لا تخسر نفسك، لا تنصب نفسك قاضيا على البشر، ولا تتوقع منهم أن يكونوا ضمن سقف توقعاتك. لكي لا تخسر نفسك، اتركها كما هي بدلا من أن تلبسها قناعا لا يشبهها فتخسر ذاتك وشخصيتك وتتنازل عن مبادئك وقناعاتك. لكي لا تخسر نفسك، كن أنت نفسك، وليتقبلك من يتقبلك، وليخسرك من يخسرك. وهكذا هي الحياة، يجب على الإنسان أن يعيش لنفسه وليس لغيره. كما يقولوا، أنا عندي، شوفوا، بالنسبة لي أنا ناكل واش نحب، نلبس واش نحب، ما يهمنيش إرضاء الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك. فلهذا الإنسان يلتهى بروحه، يلتهى بصويلحاته. خصوصا المرأة المتزوجة تلهى بروحها، بوليداتها، بعيلتها، بدارها. هكا الإنسان يكون هاني، يعيش هاني، يعيش لاباس عليه. ما نبقاوش نخمو في الناس باسكو عينا. كما نقولوا، في بعض الاحيان كنا نخمو في الناس، نخافوا من مزعافهم، نخافوا من بزاف امور، لكن الانسان يلقى نفسه هو المتضرر. فلهذا يجب على الانسان انه يمشي بالمقولة تاع نفسي ثم نفسي ثم نفسي إلى آخر نفس في حياتي. هذه المقولة اللي لازم الإنسان يمشي بها في هذا الوقت.
لهنا كانت الزغنونة تاعي تعاون فيا، كانت توجد لي زعما كاينة في في الديسير، ها هي خليتها براحتها، قلت لها وجدي على روحك. من داك لداك هاكا تعاوني، من داك نزكي عليها، من داك نضرب، من داك. وهادو هما الدراري ربي يحفظهم ان شاء الله ويطول في عمرهم باذن الله. وبالنسبه للحشانه كان هذا هو شوربه، سلطه، بطاطا مقلية، والديسير، ورحمتك يا ربي، ربي يدوم النعم والبركة والتيسير علينا وعليكم إن شاء الله تعالى. وفي الأخير نقول يا ربي ينجح صحاب البيام صحاب الباك إن شاء الله، يا ربي يوفقهم. على بالنا بلي بعض السوجيات كاين اللي يجيوهم صعبين وكامل، مي ربي يقدرهم إن شاء الله وما يضيع لهمش تعبهم بإذن الله. أكيد اللي تعب ينال. وفي الأخير نقول لكم سلام إلى فيديو قادم إن شاء الله.